هل تعلم لماذا يبعد الله عنك أناسا كنت تظن أنهم مهمين في حياتك؟ لأن الله اطلع على سوء نيتهم التي مكروها لك وأنت لم تدركها، لأن الله سمع كلامهم المؤذي من خلفك وأنت لم تستطع سماعه، لأن الله مطلع على قلوبهم السوداء وأنت لم تبصر سوادها لحسن ظنك ونقاء قلبك. فقل الحمد لله على كل شيء. الحمد لله في السراء والضراء. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مش عارفه ابدا لكم الفيديو منين، بس مش عارفه انا والله العظيم المطبخ بتاعي الايام ديت يعني متبهدل اخر بهدله، وقلت اوريكم بقى شويه جوانب كده من السيئه اللي عندي في الحياه. زي ما انتم شايفين بقى ايه، ان الشمعه بتاعه الفلتر معفنه ازاي، عشان خاطر تعرفوا بس ان انا يعني مش كل حاجه في حياتي كامله ولا حاجه، انا عاديه زيكم خالص اهو. بيحصل عندي حاجات وحشه برضو، وحاجتي بتتبهدل برضو عادي خالص، ماشي. وعشان ام صرم اللي مفكره ان انا يعني ايه حديد وكده، لا والله انا بني ادمه زيكم عاديه خالص اهوت، بتعب وببقى قاعده مش قادره اعمل شغلتي برضو وكل حاجه، وربنا يعني يديكي كده على قد اللي انت بتتمنيهولي، ويخزق عينيك اللي انت دايما راشقاها لي في حياتي دي. بدأت يومي بقى، اول حاجه اول ما صحيت من النوم كده كنت كسلانه وتعبانه خالص والله العظيم في اليوم ده، بس لو فضلت بقى استسلمت للتعب كده خلاص مش هقوم ولا هعمل اي شغل. فاخدت بعضي كده وخدت البت قالونه معايا، ورحت بقى اشتريت كلور، ما كانش عندي كلور خالص، وقلت بقى ابدا يومي كده بالغسيل كده عشان يلحق اللي هو ينشف وكده، لان انتوا عارفين ده انت بنغسل الغسيل وبننشفه وممكن يفضل باليوم بحاله ما ينشفش ولا كده. فقلت ابدا يوم بقى، يعني ده يعتبر اليوم اللي انا صحيته متاخر، يعني هو كنت صحيت 8:30 تقريبا كده. هو ده بقى السور، طلعت اوريكم بقى اللي احنا عملناه. طبعا الناس اللي تابعت معايا الفيديوهات اللي قبل كده، ولا مشافش الفيديوهات اللي قبل كده يدخل على القناه ويتفرج على الفيديوهات اللي قبل كده. احنا عملنا السور ده يعني اللي هو زي ما بين فلسطين واسرائيل يعني وكده، بس ربنا يعافينا يعني، وربنا ما يوريكم اللي احنا فيه، عشان انا ما اتمنهوش ولا العدو ولا الحبيب. ما بيحبش الشر الا الانسان الشر بس. بدأت يومي بقى اخدت العيش ده وطلعت اللي انا انشره، عشان خاطر انا عايزه انشفه، عشان خاطر الطيور بتاعتي بقى ما كانش عندها اكل وكده، وفي نفس الوقت اللي انا برضو عايزه اغبط، لان العيش كان بايت، وانا في اليوم ده يعني ما كنتش هعمل يعني لحمه او سمك او كده. احنا كنا عايزين ناكل في اليوم ده يعني حاجه اللي هو يعني حاجات كده عاديه، اكل كده عادي يعني، من غير ولا لحمه ولا سمك ولا الكلام ده كله. فكان لازم ان انا اعمل عيش صباح يعني وكده، واحنا كنا بقى قضينا واشف وكده. فانا قلت بدل ما انا اللي انا اولع الفرن على الفاضي، طب ما انا هولع الفرن، والشويه اللي انا هسيب الفرن يعني اللي هو يسخن كده فيها، واجهزه للخبيز وكده، ان انا احط العيش ده فيه واظبط له الدنيا كده عشان خاطر يحمص معايا واعرف اكسره يعني من غير ما يزهقني ولا كده. كان عندي هنا فراخ كانت لسه صغيره وكده، فانا بحضنها في الاوضه دي برضو معايا، عشان خاطر الاوضه ديت احنا عاملينها بصاج وكده، وعلشان ما يجيش عندهم فيران او حاجه يعني وحشه او كده. ربنا يبارك فيهم يا رب ويطعمنا منهم. يعني انا كنت جايبه فراخ اصلا، حتى انتوا لو خدتوا بالكم في فاصل في الاوضه، بس الفراخ ماتت الحمد لله. يعني الواحد بياخد نصيبه واكيد ربنا يعين لنا رزقنا ان شاء الله باذن الله. دخلت بقى عند الفراخ بتاعتي بقى ان انا اوكلها، ما كنتش وكلتها ولا اي حاجه. كنت عايزه اقول لكم ان اول مره يا بنات، اول مره يعيش لي فراخ فلاحي، ربنا يبارك فيهم يا رب. مش عارفه ليه انا كنت كل ما بجيب فراخ سبحان الله والفراخ تبتدي تكبر كده، واللي هي تبشر بقى بالبيض وكده، كانت بتموت مني، مش عارفه ليه، ايه السبب يعني مش عارفه. بس الحمد لله. طبعا انا برضو عندي حمام، وحبساه على فكره يا بنات، وزي انتم ما انتوا شفتوه كده وهو بياكل. الحمام ده انا شحتاه من عند ماما. في ناس بتطلق الحمام بتاعها ده يطلع كده والله العظيم اللي هو ياكل من عند الناس. فانتوا حرام عليكم على فكره، انت ازاي توكلي عيالك وتذبحي حاجه وتاكليها في بيتك؟ هو طير
وكل حاجه. بس انت ما تعرفوش الطير ده ما عندوش عقل يا جماعه، ممكن يدخل كده بيت اي حد ياكل من عنده. يعني انا لما كنت بنشر العيش بتاعي انا كنت بلاقي حمام كده بيدخل ياكل العيش ده. ماشي. بص هو يعني، وبالذات ان مفيش حاجه يعني دلوقتي في الاراضي الزراعيه ولا الغيطان ولا كده ان هم ياكلوها. فانت ازاي بتربي؟ اصل في ناس بتربي حمامها ان هو الحمام بيروح ويرجع لها تاني يا جماعه، اللي هو بس لهم الباب مفتوح وبيروحوا ويرجعوا هم دارين على مكانهم. وبشوفهم عند ناس معينه يعني والله العظيم، ناس عندهم حمام بيطلعوا ياكلوا من عند بيوت الناس التانية، وتلاقوهم عارفين بيتهم ردين عليه. فانت تاكلي حاجه ازاي من غير سماحه نفس؟ او تدخلي حاجه بيتك ازاي وتكبري حاجه كده وترعرعاها وتوكلها لعيالك وهي اصلا يعني حاجه مش حلال؟ او واحده تدعي على طيرتك كده وهي بتاكل من عندها. فحتى انت لما تحبسي الطير حتى بياكل اكل نظيف، تبقى عارفه انت بتحطي له ايه وبتنضفي له ازاي والكلام ده كله. هو اللي انا اطلق الطير ده واطلقه كده في اراضي الناس واسيبه كده على حاجه الناس وياكل حاجه يعني مش حلال؟ ما هو على فكره دي حاجتك برضو، وانت اللي هتتسأل عليها يوم القيامه ان انت تسيبي حاجتك تاكل من عند حاجه الناس وكده. اتفضلي. فانا كنت حابه يعني ان انا انبه لو حد بيتفرج عليا وعنده كده، واللي ما عندهوش يا جماعه يربي. لان احنا الايام ديت بقت ايام صعبه، وكل مدى ما الحياه ما بتصعب اكتر من الاول والحياه بتغلى، واحنا داخلين يعني على بصوا يعني ربنا يعيننا يا ربي. بس هو اصلا كل الشعب اتنبه ان دلوقتي خلاص احنا داخلين على حاجه، على منعطف تاريخي ان الحاجه هتغلى تاني يعني اكتر من الاول. يعني احنا كنا كلنا بنعاني من الغلا، لا ده دلوقتي الحاجه هتغلى كمان اكتر من الاول، والحياه هتصعب اكتر من الاول. فمفيش وقت ان حد يفضل قاعد كده، مفيش وقت ان انت تكوني عبء على اللي حواليكي. لازم كلنا نشتغل، وكلنا يعني كل واحد يبقى عنده طموح كده وعنده شغله يعملها. ما ينفعش ان احنا نفضل بقى حاطين ايدنا على خدنا كده ومستنيين بقى ان احنا ربنا يفرجها وكل حاجه. بس ربنا مش هيفرجها لنا واحنا قاعدين حاطين ايدنا على خدنا. لازم احنا نسعى عشان ربنا يكرمنا. طبعا انا هنا بقى كنت نزلت، على فكره انا ما كنتش ولعت الفرن لسه يا بنات، انا كنت بس رصيت العيش وسبته. كنت برضو اشتريت خميره معايا وانا بجيب كلور وحاجات وكده، وكنت بتابع الغساله بتاعتي برضو كل شويه يعني اغير الفم واحط فم تاني. قلت بقى ان انا انزل اعجن، عشان خاطر يعني على ما العجين ما يخمر وكده. وهكون انا يعني قربت ان انا اخلص غسيل، وهعمل هاخد الغسيل بتاعي برضو وهطلع انشره في ثواني، مش هياخد مني وقت. لان انا اصلا يعني انا ما كنتش محوشه هدوم كتير، بس انتوا عارفين لما بتيجي بقى تصبني وكده، حتى لو مش عندك هدوم سبحان الله بتجمعي الهدوم ما تعرفيش هي بتكون بتتجمع ازاي. ربنا يعيننا يا رب ويجازينا خير. طبعا احنا كل حاجه بص كل ابره بتشيليها في بيتك كده وكل حاجه بتعمليها بصوابها عند ربنا طبعا اكيد. كل حاجه انت بتعمليها، الارضيه ديت وانت بتكنسيها بتدعيلك، الحيطان دي وانت بتمسحيها كده بتدعيلك. فوالله العظيم يا بنات يعني ان شاء الله يعني ربنا يجرنا خير باذن الله. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت اللبن، وما كفاش، كنت حاطه لبن وسمنه ومسخناهم وكده وسبتهم اللي هم يكونوا دافيين عشان ما يفسدوش مفعول الخميره. لان انا لو حطيتهم سخنين هيفسدوا مفعول الخميره. وحطيت ملح وبدات ان انا اعجن بقى بس اللبن والسمنه اللي معايا ما كانوش كفوا كده، فانا هقوم ان انا اجيب ميه تانية ازود العجين ده يعني وكده. لان انا بحب لما بعجن رقاق او عيش ابيض او كده يكون اللي هو يعني العجين مش لابس معاه ويابس وكده. بالذات ان انا اللي بخبز على نفسي، يعني انا اللي ببطط كده وانا اللي بحطه في الفرن، فلما العجين بيكون طري بيكون سهل معايا احسن يعني، ما بحتاجش ان انا بقى حد يساعدني ولا كده. وفي نفس الوقت ان انا لما بريح الرقاق ده معايا قدام الفرن وكده بنفض منه اي دقيق بيكون عليه. وانا اصلا مش بحط عليه دقيق ياما وكده، لان انا كل شويه بسلكه مش بسيبه اللي هو يعني يكون لازق في المطرحه او الحاجه اللي انا بخبز عليها او كده يعني، او ايا كانت تخبز على يعني. لان في ناس مش بتحب تخبز الا على الطبليه، فكل واحد على حسب يعني ما بيستخدم. فانا زودت شويه الميه دول عشان خاطر اظبط العجين معايا. ودي كان عجين نازل في قلب الميه مكان ايديا وكده،
نزلته على العجين، لان في حد كان قال قبل كده ايه كلمه قدامه عجبتني جدا: يا مستكتر الزمن اكتر. يعني انت لو انت استكترت من العجين ياما قدامك وسبت حته العجين اللي كانت معاه في قلب المعون اللي كان فيه اللبن ده، لو انا استكترت العجين اللي قدامه وسبتها وحاجه يعني اتهدرت معايا، لا الزمن اكتر. انت ما انتش عارفه انت النهارده عندك بكره ما عندكيش. وبعدين العجين اللي انا عجنته ده وهخبزه برضو انا مش يعني احنا مش هناكله كله، انا عارفه ان هو ممكن يكفينا يومين او اكتر. طبعا بحب ان انا لما بكون عامله عدس مثلا بكسر عيش ده واحمره برضو في الفطار الصبح برضو، يعني اللي هو بديل العيش اللي هو العيش التبطيط او العيش اسمه العيش التبطيط او العيش البط، في ناس بتسميه عيش بط او عيش تبطيط بداله يعني وكده. وبما ان ده اصلا مغذي واحسن منه لان احنا عاملينه بلبن وحاطين له سمنه، اي نعم السمنه المهدرجه عمرها مش هتكون زي السمنه الطبيعيه، عمرها ما تكون زي السمنه البقري او الجاموسي. بس على فكره احنا في ناس بتشتري سمنه بقري يا جماعه بتكون درجات، يعني بيكون فيها برضو داخل لها مواد مصنعه. فما فيش حد يشتري سمنة بالذات طبيعية غير لما يشتريها مثلا من ناس فلاحين عندها موثوق فيها. ما تشتريش الحاجة من اي مكان كده، لان النهاردة كل الناس بتدور على مكاسبها، ما عادش حد بيدور على حد، وما عادش حد يعني بيراعي ربنا زي الاول في الحاجة اللي هو بيعملها. والناس برضو تحاول ان هي تقلل من اكل السمنة والدهون والحاجات دي كلها. يعني دلوقتي الناس الاول كانت بتجيب مثلا السمنة عشان خاطر تطبخ بيها وتعمل بيها كل حاجة، دلوقتي تحاولي تقللي في الطبيخ من السمنة والمواد الدهنية جدا. والناس اللي عندها المواعين بتاعتها والحلل بتاعتها تيفال، فتحاول ان هي يعني التيفال مش بيحتاج، وبتعملي الاكل اللي هو يعني بتعملي الاكل مسلوق، تحاولي على قد ما تقدري تعملي الاكل مسلوق بقى بعيد عن اولا صحيه، ثانيا بتوفري بتوفري عشان صحتك، بتوفري عشان خاطر ما تكونيش بتصرفي كتير على حاجات يعني ملهاش لازمه. احنا المفروض على فكره ناكل ان احنا ناكل اللي يشبعنا، اللي هو احنا المفروض ما ناكلش ان احنا نشبع يا بنات او كل اللي بيسمعني. يعني احنا مش مفروض ان احنا ناكل ان احنا نفضل ناكل كده لحد ما نشبع، احنا ناكل اللي يقوينا بس، ناكل اللي يغذي جسمنا بس. لان كان في حديث عن الرسول بيقول ان احنا مش لازم ان احنا ناكل لحد ما نشبع، اللي هو كلوا واشربوا والبسوا في غير ان تسرفوا باين او في ان لا تسرفوا او كده، يعني حاجه زي كده. وكان في حديث برضو تاني بيقول ما ملأ آدمي شر وعاء شر من بطنه، يعني اشر حاجه انت بتملاها وتشبعها جامد اللي هي البطن دي، لان انت لو تبعتوا شهوات البطن تتبعوا بعد كده شهوات كل حاجه بقى، خلاص مش هتعرفوا تسيطروا على شهواتكم خالص، لان انتوا كده هتكونوا ضعفتوا قدام شهوه بطنكم. وبعدين عشان تكونوا فاهمين عارفين برضو في حديث تاني بيقول ان اكتر الناس شبعا في الدنيا هم اكتر الناس يعني هيكونوا جوعى يوم القيامه. فشوفوا بقى انتوا يعني ايه، ما تبيعوش الدنيا بالاخره، يعني اللي هو ايه مش هضحي انا باخرتي عشان خاطر ان انا يعني اعمل كل شهواتي في الدنيا، لان انت خلاص ما تحكمتيش في شهوتك في الدنيا، خلاص مش هتتحكمي في الاخره. اللي هو انا مش هامل يعني كل الميل كده ان انا املى كرش بكل حاجه انا بتمناها عشان صحتكم وعشان خاطر ما تتخنوش وعشان خاطر كل حاجه. والله لما بلاقي حد اللي هو زعلان يعني وكده ان الحاجه غلت يعني وكده، يعني دلوقتي بدل ما كانت الناس بتجيب، على فكره يا جماعه هي الحياه بس انتوا الاول كنتوا بتجيبوا بالكام كيلو سكر، دلوقتي لا هتقللوا بقى، الناس كلها تقلل بقى غصب عنها من السكر. الزيت غلي فالناس غصب عنها هتقلل من استعمال الزيت، فبالتالي ان الامراض دلوقتي هتقل بقى، ترجع بقى الامراض تقل، مرض السكر ده يقل شويه يعني الناس اللي عندها بدانه كده وعندها دهون على الكبد
وتعبانه، يعني الامراض ديت كلها تخف شويه. والله يصح، والله يصح علينا برضه يعني. ربنا ما بيجيبش على فكره حاجه شر ابدا، الشر ده من انفسنا احنا، انما ربنا ما بيجيبناش الا الخير دايما. والله يا بنات انا كنت يعني الاول كنت مختلطه بحد، فالحد ده يعني كان سبحانك يا رب، سبحان الله. يعني انا ما اقدرش ان انا اكل يعني نص كمية الاكل اللي الشخص ده بياكله، او الحد اللي انا اعرفه ده بياكله. فسبحان الله، ومش بيبان يعني، هو بس بياكل بطريقة اللي هو معقول ان الجسم ده بيحتاج الاكل ده كله؟ معقول ان الاكل ده كله بيدخل جوه المصارين دي؟ والله لدرجة ان انا والله يا بنات والله ان انا لو صدفت والشخص ده عندنا او كده، ان انا ممكن لو انا هحمر بطاطستين 2 بس ان انا اكلهم انا وزوجي وعيالي وكده يعني، ان الحد ده لو عندنا او كده وانا بعمل، والله ان البطاطستين دول تفضل تتسلى كده وتاكلهم وهي جنبي كده بتتسير بالكلام كده اللي هو عادي يعني، ان هم دول يعني. والله اقسم بالله يا بنات ان انا كان ممكن اقلي كيلو بطاطس، وسبحان الله يعني اللي هو انا ممكن ما اكلش بس اتخن، والشخص ده سبحانك يا ربي ودايما يدعي المرض. فتلاقي دايما الانسان اللي بيدعي المرض ده ربنا باليه، ربنا دايما مديله المرض، لان هو اللي اتمنى الشر، هو ربنا ما ادالوش حاجه شر ولا اداله حاجه وحشه، هو اللي اتمنى الشر فربنا اداله اللي هو اتمناه. اما سبحانك يا رب والله العظيم من ساعه يعني سبحان الله ساعات ربنا بيبعد عننا ناس كده بتكون وحشه كده وبتكون يعني، من ساعه ما بعدت عن الشخص ده وانا والله العظيم اتوفر عندي الزيت لدرجه ان انا ما عدتش بشتري زيت اصلا. هنا كنت بوريكم الساعات دي كنت اشتريتها للبنات، كانوا عايزين ساعات يعني وكده واشتريتها لهم، وكنت اخدت بقى الفرشه بقى نشرتها وعيالي طبعا كنت حميتهم اصلا من قبل العجين وكده، بس سرحت لهم بقى وظبطتهم وكملت باقي اللي ورايا وكده، واخدت عجيني بقى برضو طلعته معايا. نشرت الهدوم دي في ثواني، وكنت نشرت فرشتي برضو. ودخلت بقى على عجين.